ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض بقى كده ايه رأيكم بقى في القمر دوت؟ طبعا كده طبق رز بالكفتة بالبطاطس بالبسلة، طبعا بيتكلم عن نفسه. بتمنى كل الوصفات تبقى خفيفة على قلبكم، وبجد أكلة خفيفة. كل أطفالنا ما بيحبوش الكفتة اللي بالرز تدخل كده في الخضار كده والكلام ده كله. احنا نعملها بأي طريقة تانية. طبعا احنا دلوقتي في فترة امتحانات، لازم نهتم بأولادنا وبصحتهم، ربنا يديهم الصحة يا رب ويحفظهم من أي شر. فدلوقتي احنا عملناها مع بعض بوصفة حلوة جدا. يلا بينا كده نشوف مع بعض ايه هي الوصفة اللي عملناها بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده الكفتة القمر ديت، حاجة كده تحفة جدا. هنعملها بوصفة حلوة جدا، طبعا الكل بيحب ياكلها كده يا محمرة سندوتشات يا بياكلها كده بالصلصة. هنعملها كده بوصفة حلوة جدا مع بعض. بتمنى ان الوصفة تبقى خفيفة على قلبكم وتعجبكم بإذن الله، وتدعموني دايما بلايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معانا في الكفتة القمر دي، هنعملها كده معانا بصوص ابيض كده طعمه تحفه جدا. بتمنى انها تكون خفيفه على قلبكم وتعجبكم باذن الله. يا ريت ما تنسونيش دايما باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا كده نبدا نحمر معانا الكفته. طبعا عمايل الكفته احنا كلنا عارفين عمايل الكفته. الكفته دي بتتعمل ازاي؟ كفته الرز بتتعمل ازاي؟ بالرز والخضره والثوم والتوابل. احنا دلوقتي هنعملها ونضرب كل دوت مع بعض بالكبه بقى مع اللحمه، ونضرب كل ده مع بعض بالكبه. لو عايزين الوصفه والطريقه بالظبط يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وباذن الله نعملها مع بعض باذن الله في القناه. طبعا الكفته دي ريحتها مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، بجد ريحتها تحفه جدا بجد، وطعمها في الاكل حكايه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كنتوا عايزين نحضر كفته الرز مع بعض من اول حاجه مع بعض كده نحضرها مع بعض في الكبه. يا ريت تقولوا لنا وباذن الله نحضرها مع بعض. طبعا الكفته دي مامتي حبيبتي ربنا يديها الصحه وطول العمر يا رب هي اللي عاملاها لي، بجد ريحتها مش قادره اقول لكم حكايه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم باذن الله، وتكتبوا لي في الكومنتات اذا كنتم محتاجين ان احنا نعمل كفته الرز من الاول كده مع بعض، نعملها مع بعض في الكبه بتاعتنا باذن الله. يلا بينا كده نبدا نحمر كفته الرز دي كده، ونرجع تاني نشوف بقيه وصفتنا عشان ما نطولش عليكم الفيديو. يا ريت ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا للاخر بعد ما نحمر الكفته بتاعتنا ونرجع تاني باذن الله. وانا هنا كده يا حبايبي نزلت كده في الوك بتاعتنا كده بتاعت التحمير بتاعتنا، نزلنا كده شويه من الزيت وحطينا عليها كده الكفته بتاعتنا. طبعا بجد مش قادره اقول لكم ريحتها بقى في الزيت تحفه جدا. اهم حاجه ان احنا واحنا بنحمرها نبقى حاطينها كده على نار بسيطه خالص عشان ما تتلسعش معانا بسرعه وتكون مستويه معانا حلوه جدا. احنا دلوقتي خلاص نزلنا كل الكميه اللي احنا عايزينها كده في الحله بتاعتنا، وهنرجع تاني بعد تحميرها. وهنا كده يا حبايبي بعد ما خلاص كده حمرنا معانا كده، بعد ما حمرنا معانا كده الكفته بتاعتنا كده، حطينا كده الوك بتاعتنا كده وحطينا فيها كده نص معلقه كده من السمنه البلدي. طبعا دي حسب الرغبه اللي تحبيها تفضليها مش مشكله. وحضرنا هنا كده معانا معلقه كده من الملح وبصلايه صغيره، طبعا لو حابه تكتري البصل مفيش اي مشكله، وقرن الفلفل القمر دوت. هنبدا كده بعد ما نزلنا السمنه البلدي بتاعتنا كده هنبدا ننزل عليها كده بالكفته بتاعتنا طبعا بعد ما اتحمرت معانا. وهنبدا ننزل بالبصل والملح والفلفل، البصل والملح وقرن الفلفل ده. طبعا لو حابه ان انت تضيفي كمان فلفل اسود مفيش اي مشكله، بس انا ببقى شايفه ان طالما في فلفل الحامي دوت بيدي نكهه حلوه وما بيحتاجش للفلفل الاسود، وطبعا الفلفل الاسود كتره غلط. هنفضل نقلب كده، وطبعا في التقليب ده لازم نكون محضرين معانا كوبايتين كده من الشوربه. ولو ما عنديش شوربه كده يبقى اكون محضره مكعب مرقه دجاج وكوبايتين كده من الميه المغليه، طبعا عشان نزود بيها الكفته بتاعتنا. انا الكفته بتاعتي في التحمير ما بحبش اتك عليها في السوا كده، بحبها كده، ما بحبش اتك عليها في السوا بتاعنا. هنقلب كده حلو قوي. طبعا ولادنا دلوقتي كلهم في فترة امتحانات، فاحنا لازم نكون مجهزين اكلنا كويس جدا، واكلة لازم تكون مفيدة وما يكونش بقى الحاجات اللي هو ما نزهقهمش بقى كده من الخضار والكلام ده. نعمل الخضار كده بطريقة تانية وبشكل تاني علشان ما نزهقهمش كده ايه من اكلنا او من الاكل اللي في البيت عموما. هنفضل نقلب كده ونشوح فيهم كده شويه حلوين كده ونرجع تاني. قبل ما نشوح طبعا احنا خلاص كده عرفنا
ما فيش شوربه عندنا ممكن نزود نحط مكعب مرقه دجاج مع الملح. لو حابه تحطي توم باودر بصل باودر براحتك خالص، مفيش اي مشكله. بس انا ما بحبش احط مع الوصفه دي اي توابل الا هو الملح. ولو مفيش فلفل حامي زي ده ممكن تحطي فلفل اسود عادي، لان طبعا الكفته بتاعتنا بتبقى فيها توابل كتيره، فمش عايزين بقى يبقى الاكل كله توابل كده، عايزين نحس بطعم حته الكفته كده مع الرز بتاعها والصوص بتاعها. بجد بتبقى تحفه جدا، احلى كتير من اللي بتبقى بالصلصه والكلام ده. طبعا الكل كان معتاد بيحب ياكلها بالصلصه، بس بجد الطريقه دي تحفه جدا، لو جربتوها هتلاقوها ادمان بجد، وبتبقى خفيفه قوي بجد، بتعجب الولاد جدا. هنفضل نقلب فيها كده شويه، نشوحها كده حبه حلوين كده، ونرجع تاني مع بعض نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش ابدا دايما في دعمكم ليا، لايك وكومنت وشير علشان يوصلك كل جديد. هنفضل كده نشوح فيها كده ونرجع تاني مع بعض. وهنا كده يا حبايبي خلاص بقى احنا زودناها كده بالشوربه بتاعتنا، وجبنا كده البسله اللي كنا مجففينها مع بعض كده في الفريزر، طلعناها كده. وهنقطع دلوقتي مكعبات كده من البطاطس كمان، هنسيبهم بقى ياخدوا كده ويدوا مع بعض كده، ونديهم رشه صغيره كده من الفلفل الاسود علشان خاطر البسله اللي احنا حطيناها. انا ما كنتش هحط بسله بصراحه، بس بنوتي بتحب البسله جدا فقررت ان انا احط لها البسله معاها. طبعا بجد تحفه جدا، بجد كده وجبه فظيعه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يلا نسيبهم كده بقى مع بعض ياخدوا يدوا كده مع بعض. احنا عارفين ان البسله بتاخد وقت كده في السوا، هنسيبها تاخد كده وتدي مع بعضها كده، ونرجع تاني بعد ما الوصفه بتاعتنا تبدا تجهز كده، وننزل عليهم كده بمكعبات البطاطس. طبعا كده احنا ولادنا كلهم في الامتحانات دلوقتي، لازم نعمل لهم اكلات كده تكون دسمه كده وتكون كويسه كده عشان تركيزهم يكون كويس. يلا نسيبهم ياخدوا ويدوا كده مع بعض، ونرجع تاني مع بعض نشوف وصفتنا ازاي. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي كده خلاص احنا شايفينها هي كده معانا بتغلي كده، حطينا كده ليها الشوربه والبسله. هنبدا بقى ننزل عليها كده بمكعبات كده البطاطس بتاعتنا، بجد بتبقى تحفه جدا. طبعا احنا عارفين ان البطاطس ما بتاخدش وقت خالص كده في السوا بتاعها، وهنبدا كده يا حبايبي نقلبها كده مع بعض، وهنسيبها بقى تاخد كده من السوا بتاعها كده مع الكفته بتاعتنا. بجد تحفه. طبعا احنا شايفين الكفته دايبه خالص ازاي مع طبق رز بقى، والصوص ده حكايه تحفه جدا. بتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، ونشوف شكل طبقنا في الاخر عامل ازاي بعد ما البطاطس بتاعتنا تدخل في السوا بتاع الكفته والبسله بتاعتنا. بتمنى الوصفات كلها تبقى خفيفه على قلبكم وتخليكم معايا. دلوقتي يا حبايبي كده خلاص جهز معانا كده طبقنا، طبق البطاطس بالرز بالكفته بتاعتنا، حاجه كده تحفه جدا. طبعا الكفته معانا جهزت كده ودخلت خالص في السوا بتاعها اللي احنا عايزينه. بجد طبعا شكلها باين، بجد حاجه كده تحفه. بتمنى يا رب كل الوصفات تبقى خفيفه على قلبكم، وتقولوا لنا كده اذا كنتوا عايزيننا نعمل كفته الرز مع بعض كده، نعملها مع بعض كده من اولها من اول فرمها كده. بجد ريحتها تحفه جدا، بجد تسلم ايد اللي عملها ست الكل طبعا. مامتي حبيبتي ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر، هي اللي عاملاها لنا. بجد ريحتها تحفه جدا. بتمنى يا رب كل الوصفات تعجبكم وتبقى خفيفه على قلبكم. يا ريت تقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كانت الوصفات كلها عجباكم ولا لا. ويا ريت يا ريت يا ريت تفتكرونا بدعوه حلوه من القلب، ويا ريت كل الوصفات تبقى خفيفه على قلبكم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.